بناتي الامارات عاملين ايه؟ هنعمل النهارده اجمد كفته فراخ حلوه قوي في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده. هحتاج نص كيلو صدور، او كيلو زي ما انت عايزه. كل بهاراتك الحلوه بقى، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، فلفل، ملح. هنحتاج بقدونس مفروم، وهنحتاج بصل وفلفل وثلاث فصوص توم هنفرمهم مع بعض. هروح دلوقتي اقطع الفراخ اي تقطيع عادي، كده كده هفرمها. انا قطعتها بالشكل ده. عادي، انت كده كده هتفرميهم في الكبه، فمش فارقه. هفرم دلوقتي البصل والفلفل والثوم، هفرمهم الاول، مش هفرمهم مع الفراخ لان انا محتاجه اصفيهم علشان الكفته ما تفكش معايا. هفرمهم فرمه ناعمه في الكبه، وبعدين هروح اصفيهم. تمام. انا صفيتهم من الميه بالشكل ده. اكيد يا بنات الميه مش هنرميها، الميه هنحتاجها في تتبيله الكفته او في تصبيع الكفته. تمام كده. هحط لها معلقه صلصه واخليها على جنب، لاني بتدي طعم تحفه للكفته وانتي بتصبعيها وانتي بتشويها. تمام كده. حطيت لها معلقه صلصه ومعلقه زيت، بس ما جاتش في التصوير بقى، وهشيلها على جنب. هروح بقى في الكبه مكان البصل والفلفل والثوم عادي هفرم الفراخ. هفرمها برضو فرمه ناعمه. لو كان عندي حته دهنه او كنت حطيتها علشان بتدي طعم حلو قوي، بس للاسف ما كانش عندي. لو عندك حطي، هتدي طعم حلو قوي للكفته. كده فرمتهم. تمام كده، هو ده المطلوب. تمام كده يا بنات، هنقلها بقى في بوله او في حاجه واسعه عشان اقدر اقلب كل المكونات مع بعض. هحط كل البهارات بتاعتي اللي انا كنت شايلها على جنب، وهقلب كويس مع الفراخ. لو عندك حبه جوز الطيب بتبقى تحفه. حبه المطحون نسيت اقول عليه. وعندنا هنا نزلت بالبصل والفلفل والثوم، هقلب كويس برضو. هقلب كل مكوناتي مع بعض. تمام كده. وهحط البقدونس وهقلب. حطيت معلقه دقيق بقى علشان لو في اي شويه سوائل كده في الفراخ، الدقيق هيشربهم والكفته ما تفكش مني. دي برضو تركايه حلوه في كفته الفراخ. تمام كده. هقلب كل المكونات مع بعض لحد الدقيق ده ما يختفي تماما. انت اصلا مش هتحسي بطعمه في الكفته. تمام كده. هقلبها كويس قوي مع بعض. تمام يا بنات كده. موضوع سهل جدا، وبجد بجد النتيجة بتبقى هايلة. حاجة مختلفة بقى عن المتعودين نعمله بانيه وستريبس. لا، في كمان اصناف تانية ممكن نعملها بالفراخ يعني. تمام. انا كده قلبتها كويس قوي، وهسيبها في التلاجة ترتاح ربع ساعة قبل ما اصبعها. مش هشتغل فيها على طول. تمام. هجيب بقى مية البصل بتاعتي، واجيب اي سيخ او اي حاجة موجودة عندي، واصب عليها كده الكفتة. ببل ايدي التانية بمية البصل، وبصبع الكفتة بالشكل ده، بحطها في طبق على جنب. الموضوع سهل جدا، اعمليها بالشكل اللي انتي تحبيه. هخلص كل الكمية وهسيبها على جنب برضو شوية. تمام كده، خلصت كل الكمية. مش هشوي على طول، لا هسيبها شوية ترتاح برضو. وفي جريل يكون سخن، مسحة زيت كده بالفرشة، وانزل بالكفتة بتاعتي. وابل الفرشة برضو بمية البصل، وامسح على الكفتة. وبجد بجد بتستوي بسرعة جدا.
مش بتاخد وقت خالص. ممكن تعملي معاها مكرونه، وممكن تعمليها سندوتشات للاولاد في الصيف. بجد بجد كانت وجبه حلوه قوي مختلفه. كمان دي تركية، ولعت فحمة وحطيت عليها معلقة زيت، وكأنك شويها بره بالظبط. وقطعت بصل وفلفل وحطيت عليهم رشة سماق. ولما الكفتة استوت طلعت الكفتة عليها وقدمتها، وبجد كانت تحفة. جربيها وان شاء الله تعمليها احسن من كده كمان. كده الكفتة جاهزة وقدمتها للولاد، وبجد كانت تحفة قوي يا بنات. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.